مرحبا حبايبي، يعطيكم الف عافيه. عندي لكم اليوم هعمل لكم كبده طازه زي ما انتم شايفينها، مقطعتها زي ما انتم شايفين اوصال على حسب المقاس اللي انتم تحتاجونه. وهنا عندي الكلاوي، طبعا ممكن نستخدم الكبده لوحدها، ممكن نستخدم الكلاوي لوحدها، او نستخدمهم مع بعض، فكل واحد واللي يحبه حبايبي يسويه. طبعا هبدا معاكم الحين. بسم الله. هذا عندي، هذه دهن الخروف، احطه زي ما انتم شايفين، احط معاه شويه زيت زيتون، شايفين بهالطريقه. خليهم يتقلبوا شويه من البصل. طبعا نص البصل هذا احطه، حبتين كبيره اللي سويتها او حبتين وسط، شايفين. بس يدبل شويه كذا، شايفينه. ابدا احط، هذا هو فلفل رومي مع الثوم ومع شويه فلفل حار. الاحمر هذا زي ما انتم شايفينه، الاحمر هذا فلفل حار، ممكن تحطوا اخضر او اي نوع الفلفل اللي عندكم حسب الرغبه طبعا. كمان نقلبه شويه كذا لحد ما تطلع ريحه الثوم. ابدا الان احط الكلاوي. طبعا احط الكلاوي اول شيء حبايبي عشان الكلاوي اقوى شويه من الكبده، اخليها تتشوح شويه، بعدين اروح اضيف الكبده. ممكن اللي بس بيستخدم الكلاوي يستخدمها بهالطريقه كده ويكمل عليها الطبخه كامل، او اللي يحب الكبده معاهم ممكن يحطها. طبعا انا حسويها ميكس مع بعض، هنتظر عليها تدبل شويه، هخليها بس شويه. طبعا حبايبي غطيت عليها وخليتها تقريبا دقيقتين، شايفينها. ابدا احط عليها الكبده. بسم الله. حبايبي قلبتهم لحد ما تغير لون الكبده. اغطيها دقيقه واحده حبايبي وارجع لكم. طبعا حطيت ملح حسب الرغبه وكمون ملعقه. هذه حبايبي زي ما قلت لكم خليناها تقريبا 10 دقائق. نفتحها. بسم الله. شايفين طلعت المويه فيها. بسم الله. شايفين. طبعا انا هنا عندي كزبره ناشفه، بقدونس، هنا حطينا الليمون، هنا نحط شويه بابريكا، زي ما انتم شايفين حبايبي. بسم الله. يمي 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 يمي. هذه وعليكم بالعافيه حبايبي. الطريقه والمكونات في صندوق الوصف اسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. ودمتم سالمين من مطبخ حلوم، وفي امان الله.